السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل كشري اسكندراني. حلة سخنة بدأت اضفت لها معلقتين كبار من الزيت، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة من الزبدة الجاموسي، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكركم. وده اختياري بس هي لتعزيز اللون، وفي نفس الوقت قيمة غذائية. بشوح الثوم، بعد كده بضيف له كوباية ونص من الرز المصري مغسول ومتصفي مش منقوع، وكوباية عدس اصفر مغسول ومتصفي. هبدأ اشوحهم كويس، ودي اهم خطوة. بعد كده بضيف لهم كوبايتين وربع من المية المغلية، وكمان معلقة صغيرة من الملح. هنا بيبدأ الغليان. بعد كده بيتشرب الرز، بديله تقليبة وهدي عليه النار واغطي واسيبه لغاية ما يستوي. الوصفة دي بتكفي 3 افراد. هنا في طريقتين للتقديم، كده الوصفة خلصت. ممكن نقدمها بالطريقة التقليدية، لكن انا هقدمها بطريقة مختلفة شوية. هنا طاسة ضفت لها معلقتين كبار من الزبدة الجاموسي، وهنا هبدأ اضيف الرز، وهنا هبدأ اضغط عليه عشان يتشكل. بعد كده بقلبها في طبق التقديم، بتطلع بالشكل اللي انا قدمته معاه ده، مع بيض مدحرج وبصل اخضر وبطاطس محمرة وبتنجان وسلطة خضراء ومخلل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.